13,000 بين المحلين. لما نقول بيتزا بلادية شو أول محل بيخطر على بالكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات وخلونا نكمل الريفيو. أكيد عم نحكي على بيتزا رامي وبيتزا نابولي. أول فرق بيطلع معنا رامي باعت 4 ظروف كاتشب، نابولي باعت بس ظرفين كاتشب. رامي كلها ألوان ومليانة حشوة، نابولي الكمية واضحة عنكم. اخترنا بيتزا الفصول حتى تكون المقارنة شاملة، بين عندكم الكميات والتشكيلة. بيتزا رامي حسيت الخضار لازم تكون أكتر من فليفلة، حتى في فرق واضح بالأوزان بين رامي ونابولي. بفوز رامي. نابولي مقطعنا 4 أقسام مانن بالتساوي أبداً، والعجينة رقيقة مثل ما أنا بحبها. تحميصة العجينة كمان كتير لذيذة، طبعا بتجي محشية الأطراف بدون ما أنتوا تطلبوا. بيتزا نابولي ريحتها فايحة كل الوقت وكتير الريحة لذيذة. مشان ما تنظلم، رامي جبناها آخر شي فكانت لساتها سخنة، على عكس نابولي كانت باردة، والتحميصة واللون كمان هون كان كتير حلو. سماكة العجينة كانت مثل ما أنا بحبها، مثل نابولي ما كان هالفرق، بس هون كان عنا إنه عم تفرط قطعة البيتزا، يمكن من كتر الحشوة، يمكن العجينة بدها شغل. نكهة الشيش كانت كتير طيبة، كانت كتير واضحة، على عكس بيتزا نابولي كانت النكهات ضعيفة شوي. كنوع جبنة فضلت الجبنة اللي عند بيتزا نابولي، بالنهاية بضل رأي شخصي وذوق شخصي، بس على فرق السعر هاد لا كان بياخد معنا حشوة أكتر من هيك. ختام التجربة أنا حاسة المحلين كانوا قبل أزبط. رامي كتير مكتر حشوة، نكهاته كتير طيبة. نابولي كتير مختصر من الكميات وفرق 13,000. حتى المحشية الأطراف فيه بس ما كتير في كمية حشوة أصلا. ما بعرف ليش، أنا بتمنى يرجعوا مثل ما كانوا قبل بيكون أفضل، بس هيك بين الاثنين يعني ما بعرف، كل واحد هو ذوق الشخصي. اكتبوا لي مين بتنقوا، إذا في محلات تانية اكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات. ما تنسوا تتابعوني، تحفظوا الفيديو وتبعتوا لرفقاتكم، ودائما شاركوني برأيكم وتجاربكم.